السلام عليكم متابعينا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أحسن حال. في فيديو اليوم هنتكلم عن علاقة رامبير بكاترين كيفن وسبب انفصالهم. المعلومة مش جديدة، عارفة الموضوع قديم برضو، عارفة ده. في ناس كتير طلبت مني إني أجاوب على السؤال ده أو أبحث عن سبب الانفصال لو كان معلن، وأنا بالفعل بحثت في عدة مواقع وعدة أماكن موثوق فيها، وهقول لكم استنتجت ايه وايه اللي طلعت بيه في النهايه. بس في بدايه الفيديو قبل ما اكمل الفيديو بتمنى ان انتم تدعموني باللايك، لان بجد بتعب كتير على الفيديو، سواء من مونتاج الصوت ومونتاج الشكل الكرتوني اللي انتم بتشوفوه والمحتوى كل شيء. وما تتهمونيش بالكذب، عشان انا ما يهمنيش ان انا اكذب على حد. في اغلب فيديوهاتي انا حتى ما بقولش عنوان يجذب الانتباه ويكون المحتوى كاذب. ممكن يكون عنواني بسيط جدا بس هو نفسي اللي في المحتوى، ما بضللش حد. فالمعلومة لو كانت خطأ أو أنت شايفها خطأ ممكن تكون هي صحيحة وأنت مش موافق عليها، فأتمنى عدم اتهامي بالكذب عشان أنا ما بكذبش على حد. وتاني شيء، أنا مش في محاضرة لغة عربية علشان يتقال لي اللغة العربية فيها أخطاء أو في أي حاجة. إحنا قناة ترفيهية، ومش من اللازم إن أنا تكون قواعد اللغة العربية سليمة 100% حتى لو أنا أعرفها. فسواء كنت بتكلم باللغة العربية أو العامية، فأتمنى إن اللي هيعجبه الفيديو يضغط لي لايك وتقولوا لي إيه اعتراضكم على القناة. وهنبدأ في الفيديو على طول وهقول لكم إيه اللي توصلت ليه. اللي توصلت ليه إن كان من أهم الأسباب اللي سببت انفصال كاترين عن رامبير هي الخيانة والكذب بوالدته. دول أكتر 3 عناصر تسببت في فشل العلاقة ما بينهم. أول حاجة موضوع والدته. الموضوع مش جديد، دايما والدة رامبير كابور مش بتوافق على كتير من علاقاته، ده اللي حصل في جميع علاقات رامبير كابور السابقة وصديقاته. هي ليه ما بتوافقش على العلاقات دي وما بتوافقش على صديقاته؟ الموضوع ان هي عايزة زوجة لابنها تكون من عائلة معروفة ذات نسب وأصل اجتماعي، بمعنى أصح ان هي دقة قديمة بالمصري. عايزة ان هي تبقى في ان هي تبقى من عائلة كبيرة، عايز تحافظ على النظام العائلي والنظام الاجتماعي. وبما ان رامبير كابور من عائلة كابور المعروفة في الهند، فهي عايزة الزوجة تكون على نفس المستوى، وده اللي سبب ان هي من الاسباب اللي هي كانت بترفض علاقاته السابقة. اما الموضوع التاني فهو موضوع الكذب والخيانة. ليه كذب وليه خيانة ومين كذب ومين خان؟ هقول لكم ايه اللي حصل. اول حاجة، رامبير كابور ما بيحبش حد يفتش وراه او يتجسس عليه، او موضوع ان حد يفتش في موبايله ويعرف هو كلم مين وراح فين. ده كان كلامه اللي قاله في احد المقابلات بطريقه لما اتسال عن سبب انفصاله عن كاترين، وبطريقه غير مباشره رد بهذه الاجابه. تاني حاجه، ان السبب في الموضوع انهم اتهمته بالخيانه كاترين. رامبير وكاترين اثناء ما كانوا على علاقه مع بعض كان رامبير ما كان في مساحه امنه بينه وبين دبكة، ان هي صديقته السابقه، وكان هو بيراعي شعور كاترين بهذه الطريقه، رغم ان بعض الشائعات بتقول ان سبب انفصال دبكة ورامبير هو ان هو اثناء ما كان في علاقه معها حب كاترين وده كان سبب انفصالهم. ففي احد المرات اكتشفت كاترين ان رامبير بيقابل دبكة من وراها، فقررت ان هي ترد الصعصعين لرامبير، وقررت ان هي تقابل سلمان خان لمدة 2 ساعة في أحد الكافيهات في الهند. ولما علم رامبير طبعا ده سبب لهم مشاكل كتير، وده كان من ضمن الأسباب الكتير اللي سببت في انفصالهم. وبعد انفصالهم كان الاتنين بيتجنبوا إن هم يقابلوا بعض. ففي أحد الحفلات في حفلة استقبال زميلتهم أنوشكا شارما، تجنب رامبير إن هو يتلاقى وجها لوجه مع كاترين، وده اللي حصل في عدة لقاءات. ولو هنقول كمان يا ترى والدة رامبير هتتقبل عليا، هي بالفعل في تناغم ما بينهم. هنلاحظ في اللقاءات والصور المنشورة دايما على حساباتهم على الانستجرام واللقاءات المتعددة، حتى ان عليا قررت ان هي تسافر لرامبير اثناء علاج والده حتى الان في نيويورك، وتعددت اللقاءات ما بينهم. لكن هل سيستمر الامر الى هذه الدرجة ام سيظهر الامر دي بسبب انفصاله؟ ده هنعرفه في الايام القادمة.
وسبب العداوة بين كاترين وبين دبكة رجح بعض التكهنات إن كاترين مش هتحضر زفاف دبكة، وده كان اتقال من عدة أشهر لما سئلت دبكة في هذا الأمر، قررت وردت إن هي مش هتدعيها لحفل زفاف. ولكن هل يا ترى هذا القرار هيتغير ولا لأ؟ فأظن مش هيتغير، لأن في قائمة الضيوف اللي معلنة حتى الآن كاترين ليست اسمها مدرج في القائمة. فأتمنى أكون جاوبت على السؤال، ولو عندك أي استفسار اكتبه وأنا هجاوب عليه، وأتمنى إني أكون قدرت إني أوصل لكم المعلومة كاملة، وأشوفكم الفيديو الجاي، وأتمنى من الله لكم جزيلا من السعادة والصحة.